معانا مين من استاذ حسن. استاذ حسن اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. مساء الخير ليك وللضيوف اللي بيحلل واللي ما بيحللش. بيبادلوك التحيه جميعا اتفضل. الله يخليك. شوف يا حبيبي، انا عايز اسال سؤال. هل الرئيس عبد الناصر لما اغلق مضايق طيران في وجه الاسرائيليين الملاحه الاسرائيليه، هل هو اغلق مياه اقليميه سعوديه ام مياه اقليميه مصريه؟ ده سؤال لازم يردوا عليه سياده اللواء. اولا بحيي محافظ جنوب سيناء المصري الاصيل الذي سيموت على الحق ان شاء الله. مضايق طيران وصنافير، جزر الطيران وصنافير مصريه 100%. لم نسمع في يوم من الايام انها سعوديه. وكان زمان اهل جنوب سيناء بيحملوا الجمال بتاعتهم في المراكب يودوها الجزر دي عشان تاكل في الربيع، ولما بيبدا موسم الخريف بيسحبوهم تاني ورجعوهم لجنوب سيناء للطور. من قديم اجدادنا بيحكوا لنا الكلام ده، يحملوا الجمال ويودوها. النهارده اصبحت بقدره قاده السعوديه، ربنا يستر مع سيناء ما تكون سعوديه في يوم من الايام. ان كنا احنا محتاجين فلوس وبعنا نقول بعنا ونكون لا يا استاذ حسن، ما اعتقدش انه السلطه المصريه اللي حمت مصر من اكبر عمليه اختطاف يعني هتبيع تراب يعني انا استبعد على القوات المسلحه وعلى النوادي يعني مش يعني ده ليس اللي قابل للمناقشه ان احنا نشوف يا جماعه، ندقق ما يتعلق بالوثائق وندقق ما يتعلق بملكيتنا مصر ام السعوديه للجزيرتين. انما سلطه 30/6 اللي استعادت هويه مصر واستعادت مصر المخطوفه لا يمكن ان تفرط في شبر واحد. ده بيت انا ساكن فيه وقاعد فيه بقالي 100 سنه، وجاي النهارده يقول لي ده بيتي واطلع منه. باي سند هو بيتك وتاركني ليه؟ يعني هي كانت السعوديه بتوزع منح؟ ما بتوزعش منح. طيران مصريه، ولانها خطيره على اسرائيل هذه النقطه بالذات، انا اتوقع ان هناك ضغط امريكي وصهيوني بالاشتراك مع السعوديه لسحب هذه الجزر وتامين هذه المنطقه الى الابد. انا ده اللي افهمه. بنتكلم في ارض، والارض عرض، انما بهذه السهوله والروح والنعمل. الامن القومي المصري يلتقي مع الامن القومي السعودي الان، وامن مصر من امن السعوديه، لكن قضيه ملكيه كل ذره من تراب مصر قضيه يجب ان تكون مفتوحه لبحث اطول وادق واعم. سطرين هنا تاريخ بقى. هو عسكريا على ارض الواقع، تنفيذيا كسلطه تنفيذيه كمحافظ وكعسكري، شاف على ارض الواقع ان تيران وصنافير مصريتان عليهما العلم المصري والقواعد العسكريه المصريه او الوحدات العسكريه المصريه، وهما مهمتان جدا في مواجهه اسرائيل. طيب ايه الكلام اللي بدأ يتردد الآن انه لا، في خلفية تاريخية ان السعودية سلمت الجزيرتين لمصر وبتاخدهم دلوقتي تستردهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو حضرتك التاريخ دائما هو اللي بيوضح الامور. وانا عاوز سيادتك بس تديني متسع من الوقت عشان المشاهد يعرف حقائق التاريخ بالنسبة للمنطقة دي، لأن المنطقة حيوية وحساسة جدا. عندما تولى محمد علي حكم مصر في يعني ثواني بسيطة 1805 خاض 4 حروب. حروب الجزيرة العربية 1811 ل 1818، ثم فتح السودان 1820 إلى 1822، ثم حروب المورا 1824 لغايه 27، ثم حروب الشام الاولى والثانيه اللي انتهت بمعركه نزيب او نصيبين. هذه المعركه كاد محمد علي يدخل القسطنطينيه، فتكالب عليه الدول الكبرى في ذلك الوقت، وعقدوا مؤتمر لندن 1840. هذا المؤتمر
حدد الاراضي اللي محمد علي يحكمها، وحدد قوه الجيش المصري، وحدد حاجات، وحدد الحدود الشرقيه لمصر، ودي اللي تهمنا. دي اللي تهمنا. كل ده لوقف طموحات محمد علي. بالظبط. والمشروع ده بتاع محمد علي كرره عبد الناصر وضربوه في 67 عشان نفس الموضوع. كل من لديه هذا الطموح الكبير تعالوا نحدده يعني. لازم يضرب. فأنا لو سيادتك عرضت الخريطة رقم 1 اللي هي بتوضح حدود مصر الشرقية اللي هي اتفقوا فيها في فرمان 1840 اللي هو مؤتمر لندن 1840، وعرضوه هذا المؤتمر صدر فرمان فبراير 1841 من السلطان العثماني يحدد فيها خط الحدود الشرقية. هاتوا لنا واحد يا جماعة. خط الحدود الشرقية بيبدأ من رفح في الشمال وينزل ياخد خليج العقبة بالكامل. ما أنا بس مستني لما يعرض الخريطة. لا الخريطة 1 اللي هي كاتب أنا عليها 1، مش هي دي. لا الخريطة لا ولا دي اللي بعديها. لا اللي بعديها. لا اللي هي في الورقة أهي. طب ممكن نطلعها في الورقة يا أسف لو ما خدوهاش للأسف. لا هم خدوها بس ما. طب ممكن نطلعها. هو كده الخريطة هتتشاف في الكاميرا دلوقتي. هتتشاف كده؟ احنا شايفينها اهو. ايوه. خط الحدود ده بيبدأ من رفح واخد الخليج بالكامل واخد الأراضي السعودية لغاية منطقة الوجه. كل دي حدود مصر الشرقية. حدود مصر الشرقية. هل داخل فيها تيران وصنافير؟ لا انت مش تيران، انت داخل فيها الخليج كله داخل فيها جزء من الأراضي السعودية وهي مويرح وضبا لغاية الوجه. جاب فضل هذا الخط مستمر لغاية ما توفى الخديوي توفيق 1892 وجاء يحل محله ابنه اللي هو عباس حلمي الثاني. عندما صدر بقى السلطان العثماني اخر صدور فرمان تولي عباس حلمي الثاني ولايه مصر لحين ما يوافق السلطان على انتزاع الجزء من العريش. ده التخطيط بقى بتاع السلطان العثماني، كان عاوز ياخد من العريش لغايه السويس خط من العريش اهو على الخريطه. ياخدهم يديه لمين؟ خط يبقى غرب يبقى شرق الخط ده كله يبقى تبع الدوله العثمانيه. شرق الخط ده يتبع الدوله العثمانيه، يعني يتبع الاراضي السوريه بمعنى اصح، كانت كلها بلاد الشام. يعني يقتطعوا من مصر. يقتطعوا من مصر. فطبعا حصل مشاكل هنا وتدخلت بريطانيا والسلطان ده. المهم يعني انتهى بان حط خط الحدود من رفح الى طابة. وده اللي هو اتفاقية 1906 ترسيم الحدود بتاعت 1906. رفح في الشمال وطابة في الجنوب. طبعا قبل 1906 كانت الحتة بتاعت ايراد دي اسمها ام الرشاش. اللي احنا بنطالب بيها. اللي ام الرشاش دي كانت بتتبع الاراضي المصرية. ثم بعد ترسيم الحدود 1906 بدأ خشت فيه الجزء بتاع فلسطين، فأصبحت هي قرية للصيادين الفلسطينيين. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بقى بعد كده ده المهم بقى حضرتك. اللي حصل بعد كده هو احنا طبعا جت بقى ليه السلطان العثماني كان عاوز ياخد الجزء ده يضمه ليه؟ لأن ظهرت بريطانيا بعد ذلك واتعمل مشروع قناة السويس، فأصبح لبريطانيا مصالح في قناة السويس. لأن قناة السويس هي خط الشريان من لندن إلى جنوب مستعمراتها في جنوب شرق آسيا. فبريطانيا من مصلحتها إنها تحمي القناة وما تخليش أي قوة تقرب للقناة. فعندما وجدت الأطماع العثمانية بتقترب لقناة السويس قالت لها لا وقفي بقى. فحصل هنا نزاع. ثم بعد ذلك حدث الاحتلال البريطاني لمصر 1882 ضرب الاسكندريه 11 يوليو 82 واحتلت مصر. واصبحت بريطانيا بتشارك وتناوئ الدوله العثمانيه في امور مصر. يعني الولايه للسلطان العثماني،
انما القوه على الارض لبريطانيا. طيب عايز اشوف بقى انعكاس ده على تيران وصنافير لانهما محور ما احنا هنخش هنا بقى ساعتها. هتيجي بقى الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى سقطت فيها الدوله العثمانيه، ووزعوا ممتلكاتها، اسرابها يعني سلبوها بين بريطانيا وبين فرنسا.